بلا فرينة وبمكونات بسيطة جبت لك معسلة راح تديري بيها حالة في هذا رمضان. تجي طرية بنينة قرف قرف بنينة ومعسلة للقلب كما راكم تشوفوا. جربيها وادعي لي أكيد راح تعجبك. ويلا نبدأ بالوصفة على بركة الله بعد الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هنايا زوج كيسان بسكوي، أي نوع بسكوي كان عندك يكون مرحي. حطيت زوج كيسان، الكاس يرفد 220 ملي. هنا عندي كاس كاوكاو محمص ومرحي، يعني راني نمد لكم مقادير بالضبط هكذا باش تجيكم قصص نيوة اللي حنحط فيها. عندي هنايا نصف كاس تاع جلجلان يكون محمص وبارد طبعا. عندي هنايا تقريبا زوج ملاعق تاع مارغرين بحرارة المطبخ. ضفت لها ملعقة لافاني وملعقة تاع خميرة كيميائية اللي هي خميرة الحلوى. ندخل هذه الزبدة بعدها رايحة نضيف السكر، تقريبا زوج ملاعق فقط. أنا كيلتهم جاني ربع كاس، يعني نفس الكاس اللي كيلت به. ما نكثروش السكر لأنه يعني كما قلت راح تتعسل في الآخر. نخلط المكونات، يعني راني نخدم في هذيك الزبدة. بعد ما ندخلها كامل في المكونات رايحة نضيف زوج حبيبات تاع البيض. نخلط جيدا حتى نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة. هاي ليك بعد ما جمعتها شوفوا القوام نتاعها يعني تجي طرية. نجيب السنيوة نتاعي كنت دهنتها بالزبدة وحطيت لها كمية تاع جلجلان، وقست على السنيوة هو 20 على 20 سنتيم، يعني القسم مربع. رايحة نفتحها كامل على السنيوة بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. يعني ما كاش أسهل من هذا المعسلات، تجي بزاف سهلة وبنينة أيضا. كملاحظة فقط بالنسبة للمكسرات، أنا استعملت هنا الكاوكاو لأنه نحب يعني المعسلة هذه تجيني بريحة الكاوكاو. وتقدري تعوضيها بالجوز ولا لوز وش كان عندك. رايحة نفردها باش تجيني على سطح واحد هكذا. وهنا نقدر نستعمل الكوبات أيضا، يعني نهبط الجوانب، يعني بهذه أسهل هكذا نهبطها كامل. وماهيش رايحة تديكم وقت في الطياب، يا ربي 10 دقائق ما تفوتش. هنايا عندي الججلان نزيد نحط من الفوق بهذا الشكل. هكذا ونضغط عليها. بعدها نجيب الموس نتاعي ونقطعها مربعات ولا ما نقطعوهاش فقط، يعني ما نهبطوش الموس حتى لتحت، نسطروا هكذا فقط. بعد كي نخرجوها نعاودو نفتحوها أو نقسموها. تقدري تقطعيها مربعات أو مستطيل، يعني واش حب عفوا أو مقروطات واش حبيتي. هكذا الآن ندخلوها للفوق كما قلت 10 دقائق فقط تكون وجدت. هاي ليك بعد ما خرجتها زادت نفخت. عندي هنايا عسيلة كنت خدمتها في الدار، يعني عسيلة خفيفة ما نضيفوا لها حتى شيء. واللي حبت يعني الذوق تاع المزهر تضيف لها. راح نعسلها تني زوج مرات. المرة الأولى كي نشوفوها شربت مليح نزيدو نشربوها ونعاودو ندخلوها للفوغ يكون سخون، يعني يكون طافي وسخون هكذا باش تشرب لنا تمتم.
هاي لك المعسلة تاعي. بعدها زدت زينتها بحبيبات الكرز، كنت قسمت الحبة على 2. وكذلك كان عندي يعني كاوكاو ملون هكذا وزينته. وهذه هي المعسلة نتاعي تاع اليوم. شوفوا كيفاش جات روعة معسلة للقلب، وأكثر من هذا جات بزاف بنينة. أتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال إعجابكم، ونقولكم إلى اللقاء مع وصفات أخرى.